هنا معانا شعر زي ما احنا شايفين نحاسي اصلا. هنعمل دلوقتي الهايلايت عليه. تمام. طبعا الشعر بيتفتح هنعمله ببودرة بيضة واكسجين 30. تمام. هنشوف مع بعض طريقة الخصل في السريع كده، لان انا عملت فيديو كذا فيديو كتير بطريقة الخصل. اهم حاجة المعادلة اللي هنعملها. تمام. هنا خلاص بعد ما عملنا الخصل وابتدينا ان احنا نفكها زي ما احنا شايفين. خلاص هنغسل بقى شعرها ونشوف بعد كده المعادلة اللي احنا هنحطها هتبقى ايه. احنا بعد ما غسلنا الخصل كده واصلة معانا، بصي هي عشان مبلولة واصلة معانا لرقم 9 زي ما احنا شايفين. خصل صافية هنا معانا من غير قرنجة خالص، صفار صفار صافي. تمام. لان الشعر اصلا كان مهيأ والتركيبة كمان مظبوطة. بصوا واصلة معانا لرقم 9 صافي جدا زي ما احنا شايفين. فاحنا دلوقتي هننشف شعرها مش قوي، بس علشان خاطر نحط معادلة الصبغة. اهي الخصل كلها اهي شايفين. دلوقتي الصبغة طبعا السحب الصافي اللي يدينا على صفار درجة 9 بنحط له مصحح بنفسجي عشان نشيل الصفار. تمام. هنحط قد ايه؟ هنحط حوالي سنتي صغير جدا. بصوا حاجة لا تذكر. الحاجة اللي لا تذكر دي يا جماعة مركزة جدا، ما تستقلوش بيها يعني. وبعد كده احنا هنحط لازم رقم اساسي، رقم 10 اللي هو اشعر بلاتين. هنحط حوالي ربع انبوبة. وبعد كده هنحط رمادي، مكتوب عليه رمادي، رمادي صريح. تمام. احط برضو بالظبط 10 جرام. اخر بقى حاجة هنحطها 901 قاش، اللي هو القاش ده اللي هو بيبقى اشقر لامع، يعني رمادي بس هيبقى لامع. هحط نص انبوبة وهحط اكسجين 30 علشان الارضية تفتح معانا سنة صغيرة وندي منظر للشعر حلو متناسق. وهنرجع لكم تاني واحنا بنوزع.